ناصر بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، وأنه يجعل بيته بيت الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخواني، ما عندنا جديد، نزول عند رغبة أخوي ناصر ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وخير من ذكر أنفسنا به. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. والرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس هو وصحابته، فقال: يا صحابتي، أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلكن الصلوات ال5 يكفر الله بهن الخطايا وإسباغ الوضوء على المكاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة وممن يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. والصلاة أمرها أمر عظيم. جميع العبادات يا أخواني افترضت في الأرض إلا الصلاة، عظم شانها افترضت في 7 سماء عند سدرة المنتهى. فعلينا أن نحافظ على الصلوات بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها. كلنا ذلك الرجل الذي يصلي ولكن يجهل أمور كثيرة. واجبات الصلاة 14، واجبات الصلاة 8 واجبات، وأركان الصلاة 14 ركن، ولو بنبحر في هذه الأمور ما يكفينا لا ساعة ولا ساعتين. ولكن أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. من سمع النداء فليجب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الرجل الأعمى قال: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أصلي في البيت أو في المنزل؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: يا رسول الله، وادي فيه من الوحوش وفيه ما إلى ما لنهاية. قال: أجب. هذا وهو رجل أعمى. فما بالنا إلى الأصحاء، فما بالنا إلى الأقوياء. المسجد يبعد عنك 50 متر 100 متر 200 متر وتتكاسل وتصلي في البيت، وربما أن الصلاة فاتت. هذه الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ومن صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله على النار. ورحم الله امرئ صلى قبل العصر 4. ومن صلى ركعتي الضحى صلاة الأوابين صدقة على 360 سلامة من سلامة ابن آدم، يعني 360 مفصل في جسمك. يعني تخيل يوميا أنك تتصدق ب 360 ريال، مكلفة عليك ومكلفة عليه 360 ريال، ولكن يجزي عن ذلك ركعتي الضحى، سواء صليتها 2 أم 4 ركعات، ومن زاد فله الخير. فأنصح نفسي وأنصحكم يا أخواني بالمثابرة والمجاهدة. جاهد النفس. اليوم فوق الأرض وغدا تحت الأرض، ولن ينفعك إلا ما قدمت. اليوم فوق الأرض وغدا تحت الأرض، فكل منا ينظر إلى ما قدم. وين الأخوان؟ وين الآباء؟ وين الأجداد؟ وين إلى ما لا نهاية. ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالنسيان. لو لم ننسى لشابت رؤوسنا. وين أبوك؟ وين أبوي؟ وين أخوك؟ وين أخوي؟ وين جدك؟ وين؟ فالبدار يا أخواني. الصلاة وما ملكت أيمانكم، واستوصوا بالنساء خير. هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا إن أصبت فمن الله وحده، وأن أخطأت فمن نفسي والشيطان. جزاكم الله خير.